لو انت عاوز تفهم اقتصاد بمنتهى البساطة من غير مصطلحات ملعبكة فالفيديو ده اكيد عشانك انت، لاني اوعدك ان هكلمك في الاقتصاد as I'm talking to my grandmother، او زي ما بيقول الامريكان كانك بتتكلم مع جدتك الست البسيطة خالص. موضوع النهارده هو موضوع الساعة حرفيا. العالم كله بيتكلم عن قرار الفدرالي الامريكي خفض اسعار الفايده الامريكيه 0.25% او 25 نقطه اساس. القرار ده مش مجرد رقم، القرار ده بيهز البورصات، اسواق العملات، اسعار الذهب، وحتى بيأثر على اقتصادنا في المنطقه العربيه ومنطقه الخليج وفي القلب منهم مصر. طيب يا ترى ليه الفدرالي خفض الفايده دي دلوقتي؟ ايه اللي ممكن يحصل لاسعار الاسهم والدولار والنفط بعد القرار ده؟ وازاي القرار ده يقدر يغير موازين الاستثمار في الفتره الجايه؟ خلينا نفكك الموضوع حته حته، واللي اوعدك انك مش هتسمع التحليل دوت والتبسيط ده في الشرح في اي حته تانيه. لما الفدرالي بيخفض الفايده ده بيخلي الاقتراض اسهل وارخص، وبيشجع الشركات والافراد على الاستثمار والانفاق. هديك مثال مبسط، لو كانت في شركه عايزه تقترض مليار دولار، 0.25% يعني توفير ملايين الدولارات في تكلفه القرض على مقدار 15 و20 او 30 سنه اللي هي مده القرض. اكيد مش فاهم، خليني اديك مثال ابسط. ما تنساش ان انا وعدتك ان انا هخلي لك الموضوع اسهل من السكينه في الجاتوه. يعني لو انت واخد قرض عقاري تشتري بيه بيتك ب 500,000 دولار بفايده 7% لمده 30 سنه، هيكون مطلوب منك تدفع قسط شهري قيمته 3300 دولار كل شهر. لو خفضنا الفايده 0.25% يعني ال 7% بقت 6 علامه 75%، هيكون مطلوب من حضرتك تدفع قسط ب 3200 دولار كل شهر. يعني انت هتوفر 100 دولار كل شهر. ال 100 دولار كل شهر دول يعني انت هتوفر 1200 دولار في السنه، يعني هتوفر 36,000 دولار في 30 سنه اللي هم مده القرض. انت متخيل 0.25% وفرت لك 36,000 دولار على 30 سنه؟ واحد هيجي يقول لك نظام رابو يا عم، ده ما تردش عليه غير بصوت صرصور الحقل، لان ان شاء الله هيكون لنا حلقه عظيمه عن مناقشه جدليه حلال او حرمانيه الفوائد باسلوب وادله اوعدك باذن الله انك ما سمعتهاش من حد قبل كده، وبادله وبراهين هتبهرك. التضخم في امريكا نزل من ذروته اللي كانت 9% سنه 2022، يعني نهايات وقت كورونا، بعد ما نزول الفوائد العنيف اللي عمله الفدرالي والغير مدروس بصراحه كان وقتها، عمل كارثه تضخميه في البلد بسبب ان الناس مع نزول الفوائد الرهيب اشترت بدل البيت 2، وقال لك عيش في واحد واجر واحد، وناس اشترت بدل العربيه 2، فده زود الطلب بشكل رهيب على البيوت والسيارات، وبالتالي زود اسعارهم بطريقه مخيفه. يعني كلنا لو رحنا نشتري لحمه هتلاقي سعر اللحمه زاد، وبالتالي ده عمل تضخم، فالاسعار قفزت ب 9% في سنه واحده، يعني البيت ابو 500,000 بقى ب 550,000. بالاضافه ان ده بعد كده عمل التضخم الرهيب، فسوق العمل اظهر تباطؤ ومعدلات التوظيف بقت اقل من المتوقع. فالفدرالي قرر ان هو يخفض 25 نقطه يعني 0.5% اساس. معناه ان الفدرالي عايز يدي اشاره ايجابيه، لكن من غير ما يغامر بعوده التضخم اللي كان حصل سنه 2022 لما نزل الفدرالي الفايده بشكل مجنون. طيب خفض الفايده ده بيعمل ايه؟ خفض الفايده ده في الحقيقه بيقلل جاذبيه الدولار للمستثمرين، يعني ممكن نشوف ضعف نسبي للدولار مقابل عملات زي اليورو وزي الين، لكن ده ما حصلش. ليه ما حصلش؟ بسبب شده الاقبال من المستثمرين الاجانب وبالاخص الخلايجه على شراء اسهم امريكيه في مجال التكنولوجيا، زي مثلا اسهم انفيديا واسهم جوجل اللي سعرها قفز قفزه رهيبه، وبالتالي ده لم زود الاقبال على شراء الدولار. وهنتكلم عن ده بالتفصيل في ازاي تكون راجل مستثمر وواحد كده معلم بورصات في الحلقات الجايه ان شاء الله. موضوع كده زي سباق، يعني حتى لو امريكا قللت سرعتها شويه وفضلت باقي الدول لسه سرعتها ابطا، امريكا هتفضل برضه هي الاسرع وهي الاول. عادة خفض الفايدة بتبقى أخبار حلوة لأسواق الأسهم. إزاي؟ شركات التكنولوجيا بتستثمر بمليارات وبتريليونات الدولارات، وبالتالي لما تقدر تستلف أو تقترض بسعر فايدة قليل، ده بيخلي للشركات التكنولوجيا بيديها حرية حركة إنها بتستلف بأسعار تكلفة أو بتكلفة إقراض قليلة.
بالنسبة للمرة دي بقى ان التخفيض الربع في المية، السوق كله والعالم كله كان متوقع الخفض بتاع الربع بالنقطة مئوية في الفايدة الأمريكية، فجزء كبير من الصعود حصل قبل الإعلان. ننقل هنا بقى على نقطة مهمة جدا، وهو تأثير خفض الفايدة الأمريكية على عالمنا العربي وعلى الخليج العربي وعلى مصر. نبتدي بعالمنا العربي والخليج العربي. عملات زي الريال السعودي، زي الدرهم الاماراتي، الدولار الكويتي الى اخره، دي عملات مرتبطه بالدولار، عاملين حاجه اسمها بيجنج كرنسي، يعني كل سعر عمله من دول مثبته سعرها قدام الدولار. وليكن الريال السعودي الدولار بيساوي 3.75 ريال سعودي، الدرهم الاماراتي الدولار بيساوي 3.67 درهم اماراتي. فالعملات دي مرتبطه بالدولار ارتباط مباشر، بمعنى ان لو المركزي الامريكي خفض الفايده ربع في المية، بقت البنوك الخليجيه ديت مجبره حرفيا تنزل الفايده ربع في المية، والا يحصل حاجه اسمها اربيتراج، وده هشرحه لكم في حلقه كامله اللي هي حرمانيه او حلال الفوائد. هشرح لكم الكلام ده في حلقه كامله بالتفصيل، واوعدكم انها هتكون حلقه ممتعه. بالتالي ان لو خفض الفوائد ده لازم يخلي البنوك الخليجيه تخفض الفوائد هي كمان، فده بيشجع وبيدعم الاقراض العقاري والاستثماري في منطقه الخليج. بالنسبه لمصر بقى، اي تغيير في الفايده الامريكيه بيأثر على حركه الاموال الساخنه الهوت ماني والاستثمارات الاجنبيه، بمعنى ان بلد زي مصر الريسك فيها عالي، وبالتالي الفايده اللي حاططها البنك المركزي على اذون الخزانه او وزاره الماليه حاططها على اذون الخزانه، بالتالي فايده عاليه. فلما الفايده تقل على الدولار، ده هيبتدي يخلي المستثمرين الاجانب يبتدوا يبيعوا الدولار ويخش يستثمر في مكان فيه عائد فايده عاليه زي مصر، فبالتالي هيزود حركه الاموال الساخنه اللي داخله مصر اللي هي الهوت ماني. جات لي اسئله كتيره جدا، انت يا محمد توقعاتك ايه للمرحله الجايه، او على الاقل حتى توقعاتك قصيره الاجل لغايه نهايه 2025؟ انا شايف حتى نهايه 2025 لو الاحتياطي الفيدرالي نزل كمان 25 نقطه، يعني ربع في المية، يبقى كتر خير ربنا. ليه؟ عندنا نقطه مهمه جدا هنا يا جماعه لازم نركز فيها. خفض الفايده او تطليعها ده مربوط ارتباط مباشر ووثيق بالتضخم، بالانفليشن. بمعنى ايه؟ لو الانفليشن عالي او التضخم عالي، فلازم البنك المركزي او الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفايده اوتوماتيك. ليه؟ عشان ده دور البنوك المركزيه، ان هي تعوض الناس عن الدمج او عن اثار الدمار اللي عمله التضخم. فبالتالي احنا دلوقتي بنتكلم امريكا دايما مستهدفه على خططها الطويله ان التضخم السنوي ما يزيدش عن 2%. التضخم لسه بياناته طالعه ان هو 3.3%، فده ما يقدرش البنك المركزي الامريكي اللي هو الفيد يقدر يخفض اكتر من كده. مثلا ما يقدرش ينزل 50 نقطه او 75 نقطه او 1%، لا يمكن يقدر يعمل كده. زي ما بقول لك هو متارجت 2 والتضخم 3.3، فممكن يخفض 25 نقطه وممكن ما يخفضش خالص حتى نهايه 2025. ده تحليلي انا الشخصي واللي مستند على الارقام الرسميه اللي طالعه من الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. الخلاصة بقى ان قرار خفض الفايدة الامريكية ب 25 نقطة اساس مش مجرد خطوة عابرة خالص، دي رسالة ان الفيدرالي عايز يوازن بين السيطرة على التضخم الانفليشن زي ما انا قلت لك، وما بين دعم النمو الاقتصادي وان الناس وعجلة الاقتصاد تبتدي تقوم تاني والناس تمسك فلوس. السؤال اللي لازم نسأله، هل دي بداية خفض كبيرة زي 2008 و2020؟ وانا قلت لك رأيي، انت مختلف مع وجهة نظري وشايف ان الفيدرالي هيخفض اكتر من 25 نقطة اساس، وشايف ان رأيك بيخالف رأيي. انا يا ريت احب اسمع اراء حضراتكم واحب اسمع وجهة نظر حضراتكم في الموضوع، وده هيسري المناقشة ما بيننا اسراء كبير. لو عجبك التحليل ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب اكيد، وتشارك الحلقة مع اصحابك. منورني والسلام عليكم.